ايه ده بقى؟ ده محشي ورق عنب. رمضان داخل بقى، اول يوم ده بيبقى محشي وش. ماشي. حطيت عود الخشب. ايه ده؟ بس كده؟ ده ايه السرعة دي؟ كلهم مقاس واحد. سفرة رمضان لازم تبقى مظبوطة، بس هم رفيعين شوية. ده ورق عنب برضو. طريقة تانية دي. حط الحشو. قفل كده من هنا ومن هنا. يا ابن اللذينة، ايه السهولة دي هتنفع الأمهات كلهم في رمضان أول يوم محشي. دي طريقة تخلي المحشي كله قد بعضه. ماشي. اللي بعده احفظوها رمضان لذيذة. دي لحمة وبصل جنب بعض، طماطم ماشي، فلفل، صوص مكتوب المكونات بتاعته. ايه ده؟ حطها في الفرن ساعة ونص. اوه، ايه ده؟ اول مرة اشوف صينية بالشكل ده. حاطط من الطماطم والبطاطس مع اللحمة. طعمها في بقي والله. فكرة سحور رمضان او فطور. ماشي، بيض وزبدة. قلبت البيض وحطيته عليهم عيشة والموزاريلا. تمام. تنفع للفطار فعلا او السحور، تنفع للسحور بس هتعطش جامدة قوي. اللي بعده ألزق كنافة في 5 دقايق بس. شكلها جامد. موزاريلا، كريمة. ماشي. عجينة كنافة، سكر، زبدة، نخلط. نحطها فوق الكريمة. ده ايه ده؟ في الفرن 15 دقيقة. سكر، ليمون، مية سخنة. ده العسل. اوه، ايه السهولة دي؟ شكلها زي بتاعت المطاعم جامدة. اسهل حلا رمضاني 3 مكونات. شكلها حلو. دي شوكولاتة دي. علبتين بسكوت كاكاو بالبسكوت. حطيتهم في الخلاط. كوبين ونص حليب وملعقة زبدة واي نوع شوكولاتة. بس كده. شكرا يا معلم. شكلها جامد الصراحة. وبتنجز لو انتي مزنوقة في الحاجة. ماشي. وده عن الصداع والعطش في رمضان. احنا دلوقتي اكلنا وحلينا، وطبعا بعد ما حلينا هنعطش، مش عايزين نعطش بقى. قوليلي. نص ليمونة نعصرها. ماشي. معلقة عسل. دوبناها. هنحطها في برطمان كبير. ماشي. بعد كده نحط عصير الليمون. كده ملح الهيمالايا تقريبا، ده الملح العادي مش عارف. واخر حاجة مية عادية نملاها. ده المشروب ده هيطير الصداع اللي بيجي بسبب الصيام والعطش. ليه بقى؟ ده السر العلمي. ايه بقى؟ مكتوب اهو. المية الكترولايت، مش عارف يعني ايه. فيها مغنيسيوم، صوديوم وبوتاسيوم. تمام. بيعمل توازن في كمية الأملاح. تمام. الليمون بيوازن القلويات والأحماض، فيمنع الجفاف والصداع. أنا دايما بيجيلي صداع وأنا صايم. المية العادية بتطلع من الجسم بسرعة، المشروب ده مش هيطلع من الجسم بسرعة. حلو ده. يعني احنا كده هنفطر ونحلي ونتسحر، بعد كده نشرب المية دي عشان ما نعطش ولا يجيلنا صداع. جامد والله. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.